يصحى يقولك فين فلوسي؟ فلوسي نقصت، انت خدتي من فلوسي يا شيماء. تردي تقولي له لا. بعديها هيطردك من الشقة. ايوه طبعا. وبعدين محسساني ان الراجل لما يصحى اول سؤال يسأله لمراته يقول لها يصحى يقولك فين فلوسي؟ فلوسي نقصت. وعلشان كده من بعد الفيديو بتاعها كل الرجالة اول ما تصحى بيبقى حالها كده. انا اتقلب. وطبعا ما ينفعش تقولي له لقة دي بتاعتها من غير اي رياكشن. وانت مبرقه. لا وانت مبرقه هيخاف منك. تكوني مبرجة زي كده. عارفة لو قلت لقة من غير ما تبرجي مش هيخاف، لكن لما تبرجي بقى. لا وانت مبرقه هيخاف منك. هيخاف منك، هيعمل لك حساب، هيفكرك اتجننتي، هيفكر العيال جابوا لك حاله نفسيه، هيسكت ويلف ويمشي. وانا بعديها اوعدك ان بيتك هيتخرب. انا بوعدك. خلاص طبعا. الموضوع منتهي. هتاخدي النصيحه من هنا تطبقيها من هنا، بيتك هيبقى كده. وعد. ماله بالك عشان لو يحل. اما بقى لما تاخد عيالك وتروح عند سلفتك تروحي تقولي لسلفتك برقه: زيتونه ممكن تملي لنا البانيو؟ بانيو. البانيو. ده انت لو ماسكه زل على قناه MBC مش هيسيبوك تهبدي كده. المهم هتملي لك البانيو، ده بيت عمهم مش حد غريب. تقولي لها بس لو ما كنتيش تحلفي خلاص احنا هنبات كلنا في الاوضه دهيا. دهيا. بات كلنا في الاوضه دهيا. دهيا مش دي. في واحده في بالي نفسي تغور وتاخدها داهيه، قصدي دهيا او دهيت، ايهما اجمل في التعبير؟ ايهما اسهل.